معنا من دمشق الكاتب والباحث السياسي شريف شحادة. سيد شحادة، لماذا كذب النظام السوري بخصوص هذه الغارة الإسرائيلية على اللاذقية؟ قال خطأ فني واتضح أنه اعتداء إسرائيلي. ولماذا أفتيت حضرتك أنه كذب النظام؟ ما الذي أدراك أن النظام كذب؟ أولا أنا أؤكد لك وفق معلومات أمنية وعسكرية أنه لم يكن هناك أي عمل عسكري إسرائيلي ضد سوريا. وعندما تحدثت القيادة السورية وخاصة القيادة العسكرية عن انفجار في موقع هندسي كان ذلك صحيحا 100%. وعندما تتعرض سوريا لأي عدوان صرحنا عن ذلك عندما قامت طائرات إسرائيلية بقصف موقع علمي سوري. ولذلك القيادة السورية، واسمحي لي أن أكرر لك، من السيء أن نقول كذبت، لأننا لا نكذب نحن في هذا الموضوع. عندما يحدث الحادث سنقول، وعندما نقول نكون متأكدين من الفعل. لكن التسريبات الإعلامية لا صحة لها، وإن كانت هذه التسريبات جاءت من واشنطن أو من لندن. ولكن قناة رسمية روسية اعترفت بالغارة، روسيا حليفتكم اعترفت بها. قد تعترف 100 قناة، إذا لم يصدر شيء من الحكومة السورية وشيء رسمي وناطق عسكري سيكون الخبر عاريا عن الصحة. سيد شحادة، نتنياهو نفسه لم ينكر الغارة. نتنياهو أو غيره لا يعلم بما يحدث في سوريا غير السوريين، وليست إسرائيل من قادرة الآن على القيام بعمل عسكري وخاصة في اللاذقية. وأعتقد أن التسريبات الإعلامية هدفها بالأخص هو محاولة. طيب، ما آخر روايات نظامك عن ما حصل في اللاذقية؟ بما يمكن أن تفيدنا أم لم تعرف بعد ولا نظامك؟ هو القيادة السورية، إذا سمحتي، يعني لديك تعابير مزاجية تختلفي فيها عن كل الدنيا أنت حضرتك. على كل، القيادة السورية عندما يكون هناك أي عمل سوف ترصده وتتحدث عنه، ونحن في سوريا نعلم الحادث الذي يحدث وسوف نتحدث عنه. على كل حال، كل هذه الهجمة الإعلامية على سوريا لن تستفيد منها ومن أصحابها أي شيء. حقيقة هذا الموقف نحن تعودنا عليه وتعودنا على الضخ الإعلامي، وأنتم في مقدمة من يضخ السموم الإعلامية ضد سوريا. طيب، ضخ لنا معلوماتك، ما الذي حدث في اللاذقية؟ حتى الآن بعد مرور 10 أيام لم تعرف ماذا يحدث، وأنت نائب في مجلس الشعب السوري. لا يفترض بك أن تعرف ماذا يجري في بلدك وأنت تحدثنا من سوريا كما تقول؟ أنا أعرف كل شيء، وأنا أكدت لك وسألت مصادر أمنية وعسكرية وزرت اللاذقية ولم أرى أي شيء كما تقولون عن ياخونت وغيره. الحادث وقع في مستودع للآليات الهندسية وللأجهزة الهندسية، وهو عمل يحصل في أي بلد في العالم أن هناك. هل التهرب من الاعتراف بأنها غارة إسرائيلية هو لأنكم لا تستطيعون أن تردوا وبالتالي تسقط عنوان الممانعة والمقاومة الذي تزعمونه؟ يعني هذا رأيك، أتمنى أن تحتفظي به. لسنا قادرين على سماع رأيك لأنه يمثل شخصك. على كل حال، عندما يحدث أي حادث سوف تتعامل معه سوريا، ولا ننتظر استشارتك حتى تقدمي لنا الخبرة، وبالتالي نحن نعرف كدولة كيف نتصرف. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي السيد شريف شحادة، والنائب في مجلس الشعب السوري، حدثنا من دمشق وقال لم يحدث شيء في اللاذقية.